لكن هذا السمع أمانة، كما أن النظر أمانة، لا يجوز لك أن تعيره كل أحد، ولا أن تجلس إلى كل أحد، ولا أن تستمع إلى كل شخص، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليس بالضرورة بارك الله فيك أن يقال أنك أنجزت أو أنهيت وأنت أخذت عن سلالة عمرو بن عبيد أو واصل بن عطاء أو الجعد بن درهم أو غيرهم من رؤوس أهل الأهواء. ما الذي أخذت في الحقيقة؟ أخذت من هذه السلالة وهذا النسل المشؤوم. فلأن تبقى موحدا لله تعالى، معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قائما بما فرض الله عليك، وأنت تجهل كثيرا من العلوم وتلقى الله على هذا الاعتقاد الصحيح، خير لك من أن تجلس إلى أمثال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. فالقضية حساسة بارك الله فيك، وكل من هؤلاء لن تسلم من شره وبث سمومه، لا بد أن يدخل لك شيئا وأشياء علمت أو جهلت.